مين هو جودو اللي عم نستناه؟ قبل ما خبرك مين هو جودو اللي عم نستناه كلنا، أنا متأكد إنك أنت في انتظار جودو. الأسبوع الثاني من تحليل الروايات وفهمها باستخدام الذكاء الاصطناعي المجاني. اليوم في عنا مسرحية مشهورة كتير اسمها في انتظار جودو للكاتب سامويل بيكيت، كاتب ايرلندي مؤسس مسرح العبث. مسرح العبث. مسرح العبث باختصار بيحكي عن عبثية الحياة وإنه الحياة ما لها قيمة بحد ذاتها، وبيأكد إنه أفعال الإنسان مهما كانت مهمة فهي بالأخير بلا أهمية لأنه الإنسان زائل بالنهاية. المسرح العبثي ما فيه حوارات عميقة، ما فيه هدف من المسرحية، وإنما حوارات بسيطة، شخصيات بسيطة، المكان والزمان شبه معدومين، والشخصيات غالبا غامضة وغير مفهومة. عندنا 4 شخصيات، شخصيتين أساسيتين وشخصيتين فرعيتين، وشخصية بالأخير هي شخصية الصبي يلي ما لها أهمية واضحة وإنما هي بس بتنقل رسالة بالأخير. الشخصيتين الأساسيتين فلاديمير وإسترغون بتدور معظم حوارات المسرحية بيناتهم. طبعا الحوارات بلا هدف بلا أي قيمة، ممكن بكثير من الأحيان ما تفهم شو بدهم من هذا الحوار. في عنا شخصيتين فرعيتين واللي هن بوزو ولاكي بيمثلوا التسلط والعبودية. المسرحية بتألف من فصلين، بالفصل الأول بنشوف فيه الشخصيات وبالفصل الثاني بنشوف شو طرق تغيير على الشخصيات. ببلش الفصل الأول بمكان غير معروف، في عنا المكان غير محدد، الزمان غير معروف كمان غير محدد، الشخصيات ما إلى أي تعريف أبدا، نحن ما بنعرف شيء عن خلفيات الشخصيات، ما بنعرف الشخصيات أعمارها شو بتشتغل شو بتعمل، وإنما شخصيات هيك مقتطعة من التاريخ ما بنعرف أي شيء عنها نهائيا. الشيء الوحيد المذكور بالفصل الأول هو في شجرة، بتكون الشجرة فاضية ما في أي ورق وهي شجرة صفصاف. طبعا حتى الشجرة بيكونوا ما متأكدين من نوعيتها، يعني فعليا بين الفصلين ما عندك شيء تقارن بيناته غير هي الشجرة اللي حكينا عنها إنه موجودة بالفصل الأول موجودة بالفصل الثاني، ولكن بالفصل الأول كانت بدون أوراق، بالفصل الثاني بصير إلى أوراق، وهذا بيعني إنه الزمن عم يمر أو الزمن مر بشكل كبير، يعني غالبا مرت حوالي نص سنة، ولكن فعليا الشخصيات ما عم تحس بهذا الزمن، الزمن عم يمر عليها بدون أي إحساس. ممكن هاي دلالة على التكرار اللي عم يصير بحياة الشخصيات، انه من كثر الايام ما عم تتكرر اللي هي نفسها نفس التكرر نفس الانتظار، فنحن ما عم نلاحظ اي تغيير، يعني اليوم بيشبه امبارح، امبارح بيشبه اللي قبله، فاذا مرق سنة فهي السنة الحالية حتشبه السنة اللي قبلها لأنه ما في أي تغيير كبير عم يصير. طبعا الشخصيات وهي عم تنتظر جودو بيفرجونا حوارات ما لها أي أهمية، مثل حوار حذاء استرجون إنه هو ضيق عليه، في حوار بيحكي عن الانتحار، بيحاولوا ينتحروا ولكن بيفرجونا تفاهة الانتحار بحد ذاته، إنه ما له أي هدف، بدهم ينتحروا ما عندهم شيء ينتحروا فيه، بيتناقشوا مين بده ينتحر أول وبعدين بيلغوا فكرة الانتحار على أمل إنه جودو يجي بالنهاية. قلنا الانتحار هو فكرة كمان من أفكار الخلاص يلي الشخصيتين بيحاولوا يتبعوها لحتى يتخلصوا من الواقع اللي هن فيه، فكان عندهم حل من الحلين، يا اما بينتظروا جودو واللي هو الخلاص بالنسبه لهم، يا اما فكروا بحل الثاني واللي هو الانتحار. الشخصيات الاساسيه استرجون وفلاديمير ما بيتعرضوا لاي تغيير كبير بين الفصلين الاول والثاني، بينما التغيير بيصير للشخصيتين الفرعيتين اللي هن بوزو ولاكي. بوزو بيكون بالفصل الاول مستبد، بيكون معه صوت عم يضرب فيه لاكي، لاكي بيكون مستعبد عم يحمل الاغراض، ما فينه يحكي ما فينه يعمل اي شيء وانما بس بيتبع اوامر بوزو. الفصل الثاني من المسرحيه بنشوف انه بوزو صار اعمى ولاكي صار أخرس. شوف إنه لاكي هو اللي عم يقود بوزو لأنه بوزو صار أعمى فما بيقدر يعرف الأماكن، فهو عم يتبع لاكي. التغير اللي صار بين الفصلين إنه بالفصل الأول كان لاكي عم يسمع أوامر بوزو يتحرك، وإنما بالفصل الثاني فإن بوزو عم يتبع لاكي لأنه ما عنده خيار ثاني. بين الفصلين بنشوف إنه السلطة زائلة وإنه الحياة عبثية وممكن تتغير وإنه ما في شيء مستمر أبدا. طيب هل بنجي للسؤال المهم، مين هو جودو اللي عم يستنوه طوال المسرحية؟ يعني أنا قرأت حوالي 175 صفحة بس لأعرف مين هو جودو اللي بده يجي بالأخير. بنهاية الفصل الأول من الرواية بيجي صبي لعند استرغون وفلاديمير بيخبرون إنه جودو مانو جاي وإنما حيجي بكرة. وبالفصل الثاني من الرواية اللي نحن بنشوف إنه مرق وقت طويل والدليل هو الشجرة، الدليل هو التغير اللي صار على بوزو ولاكي، واحد صار أعمى والثاني صار أخرس، فصار في وقت طويل ولكن الشخصيات ما حست بهذا الوقت، فلما بيجي الصبي مرة تانية بخبرهم لأسترغون وفلاديمير إنه جودو ما رح يجي حيجي بكرة، يعني كمان خبرهم نفس الحكي بعد فترة طويلة، فأسترغون وفلاديمير ما حسوا بالتغيير اللي صار بالوقت وإنما فكروا إنه هذا الصبي إجاهم امبارح. حتى فلاديمير بيسألوا للصبي إنه أنت إجيت امبارح، والصبي بيكون نسيان انه اجى امبارح او ما اجى امبارح من اصله. فعليا ما بنعرف مين هو جودو ولا بنشوفه ولا بيجي بالروايه من اصله ولا بنعرف شو بيشتغل، ما بنعرف اي معلومات عنه اطلاقا، انما هو الخلاص بالنسبه للشخصيات يلي بده يجي ويغير حياتهم. شو هو الشيء اللي حيغير حياتهم او شو هو الشيء اللي حيعمله لحتى يساعدهم، فهذا الشيء ما بينذكر بالمسرحيه، فنحن فعليا ما بنعرف اهميه جودو ولا بنعرف شو بده يساوي. تحليلات كثير لشخصيه جودو بتقول انه جودو ما له شخصيه وانما هو فكره، يعني الشخصيات فلاديمير واسترغون عم يستنوا شيء اساسي غير شخصيه، عم يستنوا
شيء يصير بحياته لحتى يغير حياته. التحليل الشائع أكثر شيء جودو هو الإله. جودو من اسم المسرحية بالإنجليزي waiting for Godot، فجودوت بتتصادف معناتها الإله بكثير من اللغات. هذا بيعني إنه شخصيات كانت عم تنتظر قوة إلهية أو حدث إلهي كبير يصير لحتى يغير حياتهم ولحتى ينقذهم من الشيء اللي هن فيه حاليا. بينما تحليلات تانية بتقول إنه جودو هو الهدف الأسمى من الحياة، يعني ممكن يكون سعادة، ممكن يكون حب، خلاص من الحياة، الواحد يلاقي معنى وهدف لهي الحياة. بالنهاية هو ما موجود بنظر الكاتب لأنه بالأخير ما بيجي. في تحليلات بتقول إنه جودو هو الأمل بالمستقبل، يعني أنت على طول عم تستنى الخير والأمل اللي بده يصير بالمستقبل. أما التحليل الأخير لفكرة جودو فمعناه إنه الموت والشخصيات اللي كانت عم تستناها طول المسرحية ولكن ما إجا، حاولوا يصنعوا بإيديهم إنه هن ينتحروا ويتخلصوا ولكن ما قدروا، فما إلهم غير خيار إنه يستنوا جودو أو يستنوا الموت لحتى يخلصهم من عذابه. هلا شو عذابات الشخصيات فنحن ما بنعرف، هل هن فقراء؟ هل هن ما عندهم عائلة؟ هذا الشيء ما مذكور بالمسرحية أبدا. هي الفكرة الأساسية من المسرحية هي الانتظار الانتظار الانتظار، وبالنهاية الانتظار العبثي اللي ما حيودي لأي نتيجة واللي ما له أي هدف. حياتنا هي عبارة عن فراغ كبير بين الولادة والموت، ما فيها أي هدف، ما فيها أي شيء مهم غير إنه نحن بنملأها بشغلات بنحاول نعمل لها قيمة، ولكن فعليا هي الحياة عبثية ما لها أي قيمة نهائيا. طبعا هذا التحليل للمسرحية، أنا ما عم بحكي عن الدين، ما عم بحكي أبدا عن أي شغلات بتخص الدين، وإنما هذا تحليل للمسرحية فقط لا غير. كالعادة مثل ما عملنا بالفيديو الماضي اللي حكينا فيه عن رواية كائن لا تحتمل خفتها، حكينا عن اقتباسات مهمة بالرواية بهذاك الوقت، وهلا بدنا نحكي عن اقتباسات مهمة بالمسرحية. يقول فلاديمير: لا شيء يحدث، لا أحد يأتي، لا أحد يذهب، إنه أمر فظيع. هذا بدل إنه حياته فاضية وما فيها أي شيء جديد. شخصيات على طول بتكرر جملة: ننتظر شخصا اسمه جودو. هذا بدل على الانتظار المستمر، إنه كل ما ييأسوا بيذكروا حالهم إنه هن عم يستنوا جودو. في اقتباس بيقول: لا أعرف من هو جودو ولا أعرف إن كان موجود لكنني سأنتظره. يعني هن ما عم يعرفوا مين عم يستنوا فعليا أو شو عم يستنوا فعليا، ولكن هن متأملين إنه يصير أي تغيير بحياتهم. يا له من عالم فظيع، هي جملة بيقولها فلاديمير بيأكد إنه حياته كتير صعبة أو حياتهم كتير ميؤوس منها. أما الاقتباس اللي أثر فيني بشكل كبير وهو: هل نتظاهر بأننا سعداء؟ كثير من الأحيان لأنه الواحد بيتظاهر بشغلات هو ما بيحس فيها، بيرسم على وشه الابتسامة مع إنه هو بيكون مكتئب، بس بيتظاهر قدام العالم، بيتظاهر إنه هو ما في شيء مأثر عليه. فهذا دليل على أنت قديش يائس لحتى تحاول إنك تتظاهر إنك سعيد، يعني أنت فعليا ما إنك سعيد وإنما بس مجرد تظاهر قدام الناس لحتى تقدر تمضي هالأيام. وهيك بنكون وصلنا لنهاية تلخيص المسرحية. مسرحية قصيرة، فكرتها بسيطة جدا ولكنها عميقة بشكل كبير عن جوهر الحياة وشو هو الهدف من هاي الحياة. ممكن هيك أسئلة تفتح أبواب دينية علينا، ممكن هيك أسئلة ناخذ سنين لحتى نعرف نجاوب عليها، لكن هو سؤال مهم فعلا إنك أنت تعرف شو قيمة حياتك وشو عم تساوي بحياتك، وهل أنت فعليا سعيد بحياتك أم إنك مجرد عم تتظاهر إنك سعيد. هلا إجا الوقت اللي أكد لك فيه كلامي اللي حكيته بأول الفيديو، إنك أنت في انتظار جودو كمان، ولكن كل واحد له جودو الخاص فيه اللي عم يستناه. ممكن أنا أكون عم بستنى شيء وأنت عم تستنى شيء ثاني، ولكن بالنهاية نحن الاثنين بانتظار جودو. اكتبوا لي تعليقاتكم شو هي الرواية أو المسرحية اللي حابين نحكي عنها بالفيديو الجاي.